لو حد قالك ان انت السيء في رواية احدهم صدقه ما تدافعش عن نفسك خالص. ليه؟ لان باختصار ان احنا كلنا بلا استثناء السيئين في رواية احدهم في حياة 90% من الناس اللي حوالينا. لان باختصار كل واحد فيهم شايفنا بعينه هو، كل واحد فيهم عايزنا في حياته بطريقة معينة اللي هو رسمها في دماغه عننا، مش بشخصياتنا الحقيقية. نسبة قليلة جدا من اللي موجودين في حياتنا، عشان كده هم دول اللي يستاهلوا مكانة خاصة في حياتنا، اللي بيكونوا فاهمينك قوي وبيكونوا مستوعبين الحالات اللي بتجيلك، حالات العصبية، حالات التوهان، حالات الضغط، حالات التعب، حالات ان انت حتى عايز تنعزل ومش عايز تتكلم مع حد وبتبقى قاعد لوحدك فترة، فبيتفهموا كل ده. لا، وكمان بيحاولوا يساعدوك او بيحاولوا يدوك مساحتك ومش بيلوموك لما بتكون كده اطلاقا. فالناس دي بيبقى لهم مكانة خاصة. اما الناس التانيين حرفيا لما بيلاقوك الشخصية اللي هم مش متعودين عليها، بيبدأوا يرسموا سيناريوهات في دماغهم وبيصدقوها، وبيبدأوا يبعدوا عنك، وبيبدأوا يقولوا ان انت شخص سيء، وان انت شخص بياع، وان انت شخص طلعوا فيك صفات كتير مش بتاعتك. فعشان كده صدقهم وما تحاولش ان انت تدافع عن نفسك، طالما ان انت عارف كويس قوي ان انت ما عملتش حاجه في حد، وان انت ما زعلتش حد متعمد، ان انت ما تعمدتش ان انت تضايق حد، بل بالعكس انت اللي كنت محتاج الفتره دي ان يكون الناس دي معاك. خلاص فكك والله خالص. لانه ببساطه اللي بيبقى باقي عليك وبيحبك وعايزك في حياته بيجي يعاتبك، بيجي يقولك في ايه اللي حصل، ممكن حتى يتخانق معاك عادي لان هو باقي على العلاقه دي وعايزه تكمل. فايا كان نوع العلاقه، صحاب، اهل، جيران، زمايل، شريك، ايا كان، طالما هو مش متفهم التقلبات اللي بتجيلك في حياتك دي وشايفك بالشخصيه اللي هو راسمها في دماغه مش بشخصيتك الحقيقيه، فكك وعادي جدا انت السيء في روايه احدهم.